بما انك شاب بتحب تقول ايه للشباب اللي مش راضي عن عيشتها ودايما تقول لك انا مش راضي عن عيشتي، انا ليه بقيت في المكان دوت، انا ليه ما بقاش معايا فلوس؟ ترد عليهم ازاي؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الناس بقى اللي بتقعد تقول ده اشمعنى ده اغنى مني وانا ما معيش فلوس، ده انا فقير وهو غني، ده انا المفروض ابقى احسن منه ومعايا فلوس اكتر منه، دول نرد عليهم نقول لهم ايه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله عليك، الله عليك. هو ده المحتوى يا جماعه اللي المفروض ندعمه وندوس لايك من قلبه ونشيره. الله منتشر بقى اليومين دول الشباب اللي بتقعد تعاكس وتبص على البنت دي وتبص على البنت دي وتبص على البنت دي نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك يا جماعه. تكسير شاشات، لايكات وقلوب ولفات. جماعه دايما بحس ان المحتوى الديني او اللي فيه حاجه مفيده ليك كشخص بتتفرج عليا ما بتحبش تدعمها ولا بتعمل لايك. فيا جماعه بعد اذنكم كل الناس اللي بتتفرج عليا تشجعنا ان احنا نكمل في المحتوى ده وتعمل لايك وشير وكومنتات كتير وتشير الفيديو ده، والفيديو ده يلف العالم كله. لايك وشير الفيديو ده. بس طبعا يا جماعه انا ليا الشرف ان انا اتصور معاه والله، فانا هاخد معاه صوره. يلا.